السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ احنا من قناة كوميتكس. النهارده ان شاء الله عندنا مقطع جدا خرافي من قناة فري فايت اريبيا. طبعا روح شيكوا على هذه القناة. عندنا النهارده قتال ونزال خرافي للمقاتل المغربي ابراهيم بونو المغربي اللي دمر الجزائري وانتقم منه نور الدين محي. النهارده عايزين نشوف كده هذا النزال الخرافي. اكتبوا لي تحت طبعا ارائكم واقتراحاتكم، وما تنسوش تقولوا لي تحت من هو النزال وما هو الاسطوره المغربيه اللي تحب نشوف نزاله ونشوف طبعا اهم الخطط. خلينا نشوف مع بعض كده هذا النزال الخرافي. هل في ضربه قاضيه ام لا؟ خلينا نشوف يا عزيزي المشاهد. السلام عليكم يا ورحمة الله عزيزي تعالى خلينا نسمع وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد واللي غادي نشوفوا ان شاء الله من خلاله كيفاش استطاع المقاتل المغربي ابراهيم البوني باش ينتقم للمقاتل الجزائري نور الدين محي الدين من الخصم البرازيلي ميشيل دي فيليب. لكن قبل ما نشوفوا هذا المقطع كنتمنى كالعاده ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب باش نستمروا ان شاء الله دائما في نشر المزيد. خلونا نشوف ان شاء الله. وباش تاكدوا كما كنقول دائما على ان المغاربه معادله جد معقده. نعم. في عالم صحيح. الكيك بوكسين غادي نشوفوا الطريقه اللي يلعب بها المقاتل المغربي ابراهيم البوني، وهذا الشيء اللي غادي نكتشفوه ان شاء الله في النزال الثاني من هذا المقطع. طبعا زي ما قلت لك يا عزيزي المشاهد، طبعا نور الدين محي خسر ضد المقاتل فيليب ميشيليتي، وهنا انتقم له طبعا المقاتل المغربي ابراهيم البوني. زي ما قلت لكم طبعا يا اخي مقاتلين مغاربه. خلينا نشوف بس نشوف الفرق في المستوى والاداء الخرافي للنزالات المغربيه. طبعا يا عزيزي المشاهد وصلنا 100 مشترك. طبعا نور الدين هو صاحب وصلونا طبعا الى 100 مشترك، مش محتاج اقول لكم. السوداء، فيما خصمه البرازيلي هو صاحب القفازات البيضاء. تحس المقاتل البرازيلي اقوى شويتين، تحسه اضخم، تحسه بيرمي اكثر. بس المقاتل الجزائري مش بيوصل كثير، ده اللي ملاحظه لغايه دلوقتي. حلو الرايت، حلو الليفت هوك، حلو ممتاز. هنا المقاتل الجزائري محي الدين يوجه ضربات قوية ليواجه فيليب. الجولة الأولى انتهت لصالح محي الدين. كويس. فلنشاهد ماذا وقع في الجولة الثانية. يا الله. لكن لا، محي الدين رجع بقوة في آخر الجولة الأولى دون شك. يا الله حلو الليفت، بيستعمل ركبته كويس المهاجم المقاتل البرازيلي. يا الله حلو. طبعا هنا الابر كات ممتاز، استخدم رجله بشكل كويس. الجولة كانت لصالح البرازيلي. نعم واضح فيليب بعدما تراجع المقاتل الجزائري، خصوصا باين عليه تعب شوية. نعم الكثير من لياقته البدنية. بداية الجولة الثالثة عرفت تفوق كبير للمقاتل البرازيلي فيليب. No, you have to stay in the corner for it to continue counting. Goods. Let's see if... goes back. Get down for a set. 5, 6. That's 2 in this round. Yeah, the crowd trying to get back behind Nordin Mahidine. He knows Mahidin's covering the body, so he's ripping the head for the finish. Big knees. محي الدين حاول أن يعود بقوة في أواخر الجولة الثالثة، ولكن التوقيت لم يكن يسمح لكي يعود هذا المقاتل إلى الواجهة ويفوز بالنزال. نور الدين محي الدين لم يكن خصما سهلا للبرازيلي، ولكن مع الأسف اللياقة البدنية كان لها الكلمة في أواخر هذا نشوف إبراهيم البوني. الآن إليكم النزال الثاني الذي انتقم فيه المقاتل المغربي لنور الدين. دعونا نرى هذا الأسد المغربي صاحب القفازات السوداء والسروال الأحمر. إليك الكلمة يا إبراهيم البوني. يا أخي أحب النظرة بتاعت المغاربة في القتال وفي النزالات، تحسها نظرة مميتة. شوف ولا يغمض لك ولا حاجة، هذا صارم كده، صارم مقاتلين المغاربة. لا تكن متحمسا أكثر من اللازم يا ميشيل، فإنك ستقابل أسدا مغربيا اسمه إبراهيم.
اسمعوا صوت الضربات. Unheralded opponent he's faced, but it could be one of the good he is. That's where Mitch. باين عليه جدا تكنيكال يعني. ضرباته بتوصل للمكان اللي هو عايز يوصلها ليه. ممتاز ممتاز يا بوني. And then chop the leg. That's what makes it difficult for him to time. Oh, intent landing the ones and the twos. A little bit more heavy of a kick. He's going to have a hard time entering versus. Yep, good feinting from Micheletti. الجولة الأولى انتهت للمغربي إبراهيم البوني. فلنشاهد الجولة الثانية لمن ستكون. يا الله شوف الفراخ في مستوى، شوف السرعة شوف السرعة يا الله. توظيف أيضا اللياقة البدنية، تعبش بسهولة، شيء ممتاز لحد الآن ما شاء الله. شوف الثاني أيضا، شوف ضربته جدا قوية. الثاني بدأ يعني بدأ من بدري يتعور يا أخي. يا الله شوف 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 هذا يا الله. جولة ثانية للمقاتل المغربي بإجماع القضاة. باطر هاري ضد ميكسويني يوم 9 سبتمبر القادم إن شاء الله. هنا بدر رفقة التركي كوخان ساكي. إليكم الجولة الأخيرة من هذا النزال. يا الله يا الله. بالرغم من فوزه في الجولتين الأولتين، إبراهيم طبق مقولة أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. يا الله يا الله جدا تكنيكال، تقني في ضربات وضربات ولا تخطي لها. شوف الليفت راكت شرس شرس ممتاز يا ابوي. يا الله شوف وجهه وجهه مدمر. Wait, I'm gonna do it in English. Okay, Assalamu alaikum. Goedenavond jongens. Sta! All right, your winner. أتمنى يا شباب تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. لا في فرق شاسع يا أخي، في فرق شاسع. المغرب أنا عمري ما شفت مغربي بيتعب في الحلبة، دائما مكملين لآخر نفس وجدا أقوياء يا أخي. الوحيد اللي يعرف يهزم المغربي هو مغربي آخر يا أخي. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع، وانتوا تحت تكتبوا لي تحت ايضا اقتراحاتكم وارائكم. وصلونا الى 100 مشترك عشان نستمر في هذه المقاطع. وطبعا زي ما قلت لكم لا تنسوا تشاركوا على قناه فري فايت ارابيا، واشوفكم ان شاء الله تعالى في مقاطع اخرى بافضل حال في خير باذن الله تعالى. يلا مع السلامه.